في كتير لقطات بكرة القدم بتكون لقطات نادرة غريبة عجيبة، لكن أغلب هذه اللقطات تكون مزيفة وغير حقيقية. لكن هناك لقطة نادرة حقيقية حدثت أمس في مباراة الأردن واليابان في الدور ربع نهائي من بطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 عام. طبعا المباراة انتهى وقت القصة بالتعادل الإيجابي هدف لهدف. حكم الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية، وقام لاعب منتخب اليابان ساتو بتنفيذ ركلة الجزاء لصالح اليابان. حارس منتخب الأردن عبد الرحمن سليمان تصدى لركلة الجزاء ببراعة واقتدار بيديه. تقدم حارس منتخب الأردن إلى الأمام، رفع إيديه عم يعبر عن فرحته. بدون ثواني كرة شاهدناها عم ترتفع وعم تدور وتلف لتتهادى في الشباك، وليعلن الحكم هدف لمنتخب اليابان وسط ذهول واستغراب الجميع. ويا ريت تشاركونا في التعليقات عن أغرب اللقطات المضحكة النادرة الطريفة التي شاهدتموها في حياتكم.